عسل ابيض ان شاء الله. نعمل احلى خلطة للعلاقة الزوجية وزيادة الانتصاب. بس اهم حاجة يكون العسل الابيض حاجة كويسة، لانه بيعتمد على ان مفيش فيه تغذية، ميبقاش مؤذي، ميرفعش معايا الضغط، ما يكتمش الجيوب الانفية ويحصل احتقان. قرنفل ناعم بينشط معايا الدورة الدموية ويفتح اي سدد موجود لو في مشاكل احتقان او كلام زي كده. جوزة الطيب بس لازم تكون مطحونة بالزيت بتاعها، مش جاية من اي مكان، لازم تكون كويسة. جوزة الطيب من الحاجات اللي بتساعد على القبول على العلاقة الزوجية وتنشيط العلاقة الزوجية. حسك ناعم مقوي عضلي قوي جدا، بيساعد في تقوية العلاقة الزوجية والانتصاب. القوة العضلية ما يحسش بالمجهود بعد العلاقة الزوجية. كركمين تركيز 98% مضاد للالتهابات، عشان لو في اي مشاكل والتهابات في المجاري البولية، الخلفة الجيدة، يوصل حيوان منوي قوي. جينسينج كوري احمر من درجة اولى، بينشط الدورة الدموية، بيساعد على الانتصاب، العضو الذكري يبقى قوي ممتد، مفيش اي مشاكل بعد عملية الجماع. لعلاقة زوجية قوية ماكا ابيض واسود، دي لزيادة قدرة القضيب على الانتصاب. ونروح بقى للبهاريز بتاعة الخلطة دي. اليوهمبي منشط جنسي قوي، يساعد على الانتصاب بطريقة قوية جدا، تأخير عملية القذف، زيادة القدرة الجنسية. 24 حصان يا فندم. كل ده طبعا بالإضافة لغذاء الملكات الأصلي، فيه اللي هو العادة النهاردة الجرام بتاعه باين ب15 جنيه، آسف العبوة ب15 جنيه، لكن الأصل البلدي الجرام بتاعه وصل ل20 و25 جنيه. وحبوب اللقاح علشان نثبت البروتين العالية اللي موجودة فيه. هنقلب الخلطة ونرجع لحضراتكم ونوريها لكم بقى شكلها عامل ازاي. هنقلب الخلطة بس كويس. بفضل الله تعالى أقوى تركيبة لعلاقة جنسية قوية، تأخير، صلابة، علاقة زوجية سعيدة. نشوفكم في فيديو جديد مع شيخ العطارين العشاب الصغير إن شاء الله. اللهم بارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.